السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. الصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. انا هعمل معاكم النهارده مهلبيه قمر الدين. انا عملتها قبل كده بس في القناه التانية، ماشي؟ فقلت اعملها معاكم برضو عشان انزلها في القناه دي. فقلت فرصه ده انا بعمل، فقلت اصور بالمره. دي لفه قمر الدين واحده، انا كنت المره اللي فاتت عامله لفتين، دي لفه واحده بس. تمام. وحطيت عليها السكر خلاص، ودول 3 معالق نشا، 3 معالق نشا تدوبيهم في نص كوبايه ميه اهي، واما يغلي بس نروح ايه حاطين النشا. تمام. انا دايما كنت بحط ايه كبشه جوز هند وكبشه زبيب جوه في الخلط في نفس الحله كمان، غير اللي انا بقى ايه بجرنش بيه البولات. بس عشان في ناس ما بيحبوش الحاجات دي جوه المهلبيه فما رضيتش بصراحه. انا عازمه بنتي وجوزها ولادها، فقالت لي جوزها ما بيحبش جوز الهند جوه المهلبيه، فقلت خلاص حتى ما اجي اعمل جرنش مش هحط ايه بعد، اسيب له كده واحدتين من غير جوز هند على الوش. تمام. فعشان كده ما حطيتش انا جوز هند ولا زبيب. فانا بعمل دلوقتي اول ما تغلي هروح ايه حاطه لها النشا. هي سهله قوي بصراحه. وبعدين ايه يعني انا بحب دايما اعملها يعني احس بطعم المشمش، يعني تكون مزه كده تبقى حلوه قوي. لكن ما اخففهاش قوي يعني اكتر الميه بقى وبتاع، لا يعني احب احط قليل بحيث ان ايه طعم المشمش يبقى ظاهر فيها، طعم القمر الدين يعني تبقى ظاهره. ماشي. والسكر بيبقى حسب ما انت عايزه بقى، يعني حسب ما انت عايزه سكر حطي، كل واحد حسب ذوقه، حسب هو بيحب الحاجه مسكره قوي الحاجه كده. بس نصيحه مني، لما تعملي اي عصير او اي مهلبيه او مهلبيه دي او العصير، اي عصير تعمليه بقى سواء كان في رمضان او غير رمضان، قللي السكر فيه. ليه؟ عشان تحسي بطعم الفاكهه اللي انت بتعمليه تبقى حلوه قوي. لكن لما تشربي كده يعني تسكريه زيادة عن اللزوم زي يكون بتشربي ميه بسكر، يعني مش حاسه بطعم الفاكهه اللي فيه. فانا دايما بصراحه بعمل كده، دايما احب اقلل السكر عشان احس بطعم الفاكهه بتاعت العصير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان ايه بيجري بصراحه يعني. النهارده ايه؟ النهارده 16. النهارده نحط بقى النشا. الله ريحتها ايه حلوه قوي. شايفين على طول ربطت ازاي؟ خليها بقى تغلي غلوتين كده عشان ايه؟ عشان النشا يستوي. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بتغلي، سامعينها بتغلي. نص دقيقة كده كمان واقفل خلاص. سامعينها كده النشا ايه
بيستوي عشان ما يبقاش طعم النشا باين فيها اهي. شايفين؟ الحمد لله كده النشا استوى كده. هقفل بقى وايه، اسيبها تهدى شويه وبعدين اصبها في البولات. تمام. وبعدين بعد ما اصبها في البولات مش على طول اروح حط عليها جوز الهند والزبيب، لان لو عملت كده هتبص تلاقي جوز الهند يعني ايه دخلت جوه القمر الدين نفسها، المهلبيه نفسها. لازم اسيبها تهدى شويه. خلاص كده، خلاص هقفل بقى. تمام. يعني اسيبها تهدى وبعدين ايه هصب البولات وجرنشها مع بعض. ماشي. يلا. ايوه يا حبايبي، خلاص انا صبيت القمر الدين في البولات وسبت 2 بس من غير اي حاجه خالص، وحطيت الباقي حطيت له جوز هند وزبيب. تمام. يلا اعملوه بقى عشان حلو قوي بصراحه، بيبقى حلو يعني الواحد كده بعد الصيام وبعد الفطار بيبقى محتاج ايه، محتاج ياكل كده حاجه حلوه. تمام. يلا السلام عليكم، متنسوش اللايك يا حبايبي.